عثمان ديمبيلي كيتعرض لمضايقات كبيره من طرف جماهير برشلونه، والسبب هو انتقال اللاعب من برشلونه الى باريس سان جيرمان اللي عطى فيه واحد العرض اللي كبير، وهكا كان سحب على برشلونه واختار انه يلعب باريس سان جيرمان. من بعد هذه الواقعه اللي وقعت في هذا الميركاتو هذا اللي فات، جا دوري الابطال وديمبيلي ماركا هدف مباراه الذهاب. من بعد التسجيل ديالو للهدف قام بالاحتفال امام جماهير برشلونه، وهذا الشيء اللي خلى الجماهير تزيد تسخط عليه مزيان. الامر ما غيوقفش غير هنا، ديمبيلي غيتعرض لاكثر مضايقات من السب والشتم والقذف، وايضا خرجوا اموال مطبوعه فيها الصوره كتعني انه كيتباع المال، بالاضافه الى الكثير من الشتائم اللي تعرض لها ديمبيلي في المباراه ديال اليوم. وهذا هو كان المشكل ما بين ديمبيلي وجماهير برشلونه. واخا هادو جماهير برشلونه اللي كاينين داخل كاتالونيا واللي داروا التصرف معذورين، ولكن انت كمسلم علاش غدير نفس التصرف مع ديمبيلي اللي حتى هو مسلم نيت؟ ربما الاسباب الرياضيه كتختلف، ولكن المبادئ الاخلاقيه خصها تبقى في حدودها. اذا انت كمسلم علاش تشارك في نفس داك الشتم والسب اللي كيتعرض ليه تحت دافع ولا تحت غطاء انك مشجع لبرشلونه؟ مشجع لكره القدم. اتفق معاك ديمبيلي دار خطا، ولكن ما غنوصلوش لنفس التصرفات ديال دوك الناس. مثلا فيغو هو واحد اللاعب اللي كان في برشلونه واختار انه يمشي للريال من بعد ما سحب عاوتاني على برشلونه. نفس الطريقه اللي وقعت لديمبيلي مع باريس وبرشلونه نفسها كانت وقعت مع فيغو اللي كان مشى للريال مدريد وتلقى نفس الاشياء لدرجه انهم رموا عليه راس خنزير. هذا قد نفسر لك بلا امر عادي بيناتهم ودبر راسهم، فهمتيني، بيناتهم. ولكن انت مسلم وخوك مسلم كذلك، يعني لا داعي انك تدخل قيم اخلاقيه في وسط اللعبه، اللي حيت اصلا حنا خصنا نحافظوا على المبادئ ديال اللعبه كيف ما هي. يعني انا ضد هذا الشيء كامل اللي واقع اصلا، ولكن قدرت نتفهم لاعبين اجانب مع بعضياتهم، ولكن لاعبين اجانب ضد مسلم راه كتجي شي شويه قاصحه. وكنتمنى تكونوا فهمتوا الميساج اللي بغيت نوصل لكم. كل الدعم لعثمان ديمبيلي، كل الدعم. وكان معكم بوحمله نيوز، الى فيديو اخر. ولا تنسى فانت مصدرنا الاول.